إنسان طماع يا إخواني، يطمع، النفس تطمع في الخير وتهرب من الشر، هكذا نفسنا أو نفوس الناس مجبولة. فيطمع هذا الإنسان في ربه الكريم الذي يعطي بلا نوال. الله تعالى يعطي بلا نوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. يد الله ملأى لا تغيضها، يعني لا تنقصها نفقة، ينفق على الناس جميعا وعلى كل ما خلق الله عز وجل، ولا ينقص ذلك من ملكه شيء. يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعطي الله عز وجل الليل والنهار. قال: فيقول ربي أعطني ذلك المنزل، فيقول الله تعالى، شوف حوار عظيم بين عبد كاد أن يكون من أهل النار. شوفوا رحمة رب العالمين يا إخواني، انظروا إلى رحمة الله عز وجل. إنسان كان منزله أو كاد أن يكون منزله في النار، فيحاوره الله عز وجل هذا الحوار العظيم. وما بال الناس يرفض بعضهم أن يحاور بعض الناس ربما يكون بينك وبينه شيء فيغلق عليك الأبواب ويوصدها، تقول له: تعال يا فلان نجلس ونتكلم لعلنا نخلص إلى نتيجة ونزيح هذا الذي بيني وبينك. يقول: أنا لا أجلس معك ولن أجلس معك حتى ولو بقيت وحدي في هذه الدنيا. اسأل الله العافية. ما عرف الناس هؤلاء والله ما عرفوا رب العالمين، لأنهم لو عرفوا الله لأخذوا من أوصاف الله عز وجل. حلم الله عز وجل بالعباد وكرمه على العباد ينبغي أن نأخذ منه نصيبا، لا أن ندعي، لأن الدعاوى يا إخواني كل الناس يستطيع أن يدعي، لكن أن نعمل على وفق هذه الدعاوي هذا هو الذي ينبغي أن نجاهد عليه أنفسنا. إنسان كاد أن يكون من أهل النار يحاوره الله عز وجل هذا الحوار العجيب.